هي نفس الكوره من الناحيه التانيه. الجون ده دخل فيه نفس الجون. السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد تخطيه سيمبا التنزاني، ويوجه رسالة نارية إلى رئيس الزمالك الجديد. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد تعادله مع سيمبا التنزاني ليضرب موعدا مع الفائز في مباراة صن داونز وبيترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي. فقد صرح عمرو أديب بعد هذه المباراة وقال: اديني حظ الأهلي وارميني في البحر. يا جماعة، سيمبا التنزاني كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نصف النهائي وإقصاء النادي الأهلي. بس هنقول إيه؟ الأهلي دايما محظوظ، وخاصة في الثواني الأخيرة. فهموني يا جماعة، هو الأهلي ده على طول عمال الحظ يلعب معاه؟ انا بتهيألي كده، والله اعلم. الاهلي ده معمول له سحر ان هو يفوز باي طريقه ايا كانت، او يتاهل بمعنى صحيح، عشان الاهلي النهارده ما فاز اساسا. بس الاهلي مستني الماتش الجاي صن داونز، وما ادراك ما صن داونز يا اهلي. صن داونز ده اللي اخذ الاهلي 5 قبل كده مره و5 قبل كده تانية، والله اعلم التالتة ثابته ولا ايه. انا مش بسخر منكم يا اهلي، والله انا نفسي تفوزوا بالبطوله، بس امركم غريب قوي يا اهلاويه وجننتوني صراحه. وعشان ما تزعلوش يا اهلاويه، صن داونز ده اللي حرم الزمالك من الفوز ببطوله افريقيا، وفاز علينا بالثلاثه واخد بطوله افريقيا، وبيرسيتاو بتاعكم جاب فينا جون. مبسوطين مني كده يا اهلاويه ولا ايه؟ بس بقول لك يا عم كولر، لازم تقرص ودن اللعيبه شويه. اللعيبه عماله تضيع اجوان ما تضيعش. امال اللعيبه دي هتعمل ايه قدام صن داونز؟ الفرصه اللي هتجيلك مره مش هتجيلك الثانيه قدام صن داونز، فلازم تخلص على طول. فلازم يا عم كولر تطلع لهم العرق الصعيدي اللي عندك وتذبح لهم القطه قبل فوات الاوان. صن داونز انا اتفرجت عليه، فرقه ما بترحمش وكلها عيال صغيره وبتجري كتير. بس كلمه الحق، الاهلي ما بيظهرش الا في الماتشات الكبيره، وانا عندي يقين ان شاء الله الاهلي هيفوز على صن داونز وهيتاهل للنهائي ان شاء الله. قولوا امين. وبتمنى من رئيس الزمالك انه يهنئ لاعيبه النادي الاهلي ومحمود الخطيب، ويبداوا صفحه جديده مع بعض. وعايزين بقى نشيل السواد اللي حطه مرتضى منصور، والسم اللي كانوا بيحطوا في العسل على طول، وكان مخلي الاجواء في الزمالك والاهلي كالارهاب. عايزين نطلع كل الحاجات دي يا جماعه ونصف قلوبنا شويه، احنا مش ناقصين. وفي النهايه، لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناه ليصلكم جديدنا.